دكتور، في حد بيسأل حضرتك ازاي اخفف من حساسية الاسنان؟ حلو قوي. هو ايه اصلا حساسيه اسنان؟ يعني ايه وايه سببها؟ حساسيه الاسنان يعني المريض لما بيجي يشرب ميه عاديه او الهواء اللي داخل ممكن يوجعه في اسنانه. مجرد الهواء اللي بيتنفسه او ميه حنفيه مش ميه ساقعه دي بتسمع في اسنانه جامد قوي. طب ايه اسبابها؟ عندك اسباب كتير، من ضمنها مثلا ان المريض عنده عضه قويه قوي، بيعض الفك بزياده قوي، فلما بيعض بيعمل تاكل في طبقه المينا فبيكشف الطبقه اللي تحتها وهي طبقه العاج، ودي بتحس بحساسيه اسنان. ده واحد. رقم اتنين، في مريض عنده تآكل في عظام الفك نتيجة عدم تنظيف الأسنان ونتيجة وجود الجير والتهابات اللثة، واللثة متورمة وبتنزل دم وما بيهتمش بغسيل سنانه وما بينضفش جير، فأصبح اللثة منحسرة، انحسار جزء من اللثة وانحسار العظم نفسه بيكشف جزء من الجدر. الجدر ده بيحس بالحاجات الساقعة والسخنة أو بالحاجات العادية، حتى مجرد الهواء بيأثر على حساسية الأسنان. في عندك مريض تاني ممكن يكون عنده تسوسات، التسوسات الموجوده في بقه باستمرار دي بتعمل حساسيه في طبقه الاسنان نفسها، ودي المفترض بيخليه مش قادر بقى ان هو يتكلم او ياكل او يشرب خالص على اسنانه. في مريض تاني ممكن يكون نتيجه حاجه اسمها الاوفر براشنج، اللي هو بيغسل سنانه باستمرار بفرش هارد، او ان هو بيحتك بالاسنان بحاجات زي الكربونات والوصفات اللي موجوده دي، يغسل سنانه بالكربونات، او يستخدم حاجات حمضيه، الخل والليمون والبرتقال ويعصرهم ويقعد يغسل السنان. الحاجات اللي بتحتك بالاسنان جامد قوي دي ممكن تعمل تاكل في طبقه المينا في الجزء اللي اسمه السيرفايكال او سيرفايكال اللي هو عند رقبه السن نفسها. الحاجات دي نتيجه احتكاك اشياء حاده بالاسنان ممكن تعمل تاكل في طبقه المينا او تسوسات سطحيه تعمل لك حساسيه في الاسنان. كل دي اسباب حساسيه الاسنان. طب علاجها ازاي؟ علاجها بيكون بقى كل مشكله ليها العلاج بتاعها. زي مثلا لو في عندك مريض عنده العضه قويه شويه وعنده تاكل، المريض ده بيروح للدكتور بيشوف ايه سبب العضه القويه وايه انسب طرق علاجها، وغالبا بيضطر يركب تركيبات فيما بعد تبقى ترابيش او كوبري كامل يغطي الاسنان المتاكله بحيث يحمي السنان شويه كفر ليهم. لو حد مثلا عنده الحاجات الحمضيه او بيمسك فرش هارد لازم يوقف العاده دي ويستخدم فرش ميديوم، والحاجات اللي حصل فيها تاكل لازم تتعالج. يعني لو عندك تسوس مثلا في رقبه السن اللي هو الجزء السيرفايكال ده لازم يتعمل حشوات تجميليه او ممكن نعمل فينيرز على حسب الحاله بحيث تغطي الجزء المكشوف فتقلل من الحساسيه. لو في عندك مريض عنده التهابات لثه وتورم وانحسار لثه لازم المريض ده يعمل تنظيف جير محترم، لازم يبقى ملتزم مع الدكتور في غسيل الفم وصحه الفم العامه والغسول والمضمضه والكلام ده كله، وبعد كده يبتدي يستخدم معجين مختص بحساسيه الاسنان عشان يعالج الحساسيه دي. لو في عندك مريض عنده تسوسات في بقه بقى المفروض يتعالج التسوسات دي كلها، يعالج التسوسات بحشوات او حشو عصب او ايا كان المشكله في ايه بالظبط، بعد تقييم الدكتور يشوف الحل المناسب للحاله.